ربما نفس الكلام لغير يقال، فأنت شاعر ولك معجبات بالطيار، فلا تشغلني بالغزل وهذه الأقوال، ولا تعتقد أني مراهقة من الصغار أطير فرحا إن رجل أحبك قال. ولو تراني رقيقة كما الأزهار، فأنا يا سيدي راسخة القدم كما الجبال. لا تهزني مجرد كلمة غزل ورفع شعار، وجوارحي لا تخفق لأي طارق من الرجال، إلا أن يكون الحب كالكهرباء شديد التيار، يهزني بشدة ويغير الحواس في الحال، ودون ذلك أموت واقفة كما الأشجار. هل انتهيت يا روحي من العتب وانتهى وسواسك بعدما بعقلك لعب، أم هناك مخاوف بأعماقك ما زالت تنتحب؟ على أي حال اسمعيني دون لف وورب، والآن لا تحرمي من ظهرك مسند الكنب، واجلسي في المفضفض أو المطرز بالذهب كالأميرة، وعلى رأسها تاجا من ذهب، ورجلك على الأخرى بثني الركب، ولا تفزعي إن شاعرك من هذا الجمال اقترب. وسأحاول تحمل ما يأتيني أنا من شهب، فأنا اعتدت منك الكر والفر كالقمر مع السحب، لكنك يا نور العيون ما يخفيك غيم ولا سحب. ولا تستوي قصيدة عامة إلى فئة الحب تنتسب مع قصيدة عامة تخص، ولا تنتسب قصيدة عامة إلى فئة الحب تنتسب مع قصيدة تخص الملاك التي لها الشاعر كتب. وحينما أكتب يكون طيفك على فكري قد وسب، وأنت في القلب الصمام وفي العين الهدب. كلمات الشاعر محمد البستاني.